مقتنع؟ هبلفه ونفرح عليه بس انا عايز اساله هو فتح الله مدرب برضه. يلا. اي مدرب في العالم هتقول له عايز ايه؟ عايز اكسب. لا انت عايز ايه؟ هيقول لك ايه؟ آه. بص هتقول له انا جايبك تمسك فرقه. هيقول لك بص انا عايز لعيبه، عايز استقرار، عايز مدربين، سوري عايز جماهير، لا جماهير، عايز مسانده اعلاميه. تمام. هل دول مش موجودين في الاهلي؟ وعايز وقت. مظبوط. الخمسه اللي انت شاورت عليهم حصلوا كلهم موجودين. طب حصل. عندك لعيبه، عندك لعيبه، عندك اعلام، دي يعني اهلاويه كتير جدا جدا موجودين، سواء كان على في البرامج او في اليوتيوب. البرامج الاستاذ زي ما اتكلمنا كده مش اهلاويه، مش موضوعنا النهارده. خلينا نروح يا ابني. تمام. عندك جمهور وعندك ايه؟ عندك وقت كان معاك. هو اللي يتسال، يعني لما يتسال انت كان ناقصك ايه؟ فامكانيات المدرب اللي بيشيل لها فتح الله كامكانيات بقى شخصيه، قياديه، تكتيكيه، تدريبيه، نفسيه، كل دول عند المدرب. صحيح. كل ده. انا ليا راي. اتفضل. انت خلصت يا فتح الله؟ اتفضل. ليا راي ان انت ما تضغطش على حد. انت شوف القرار اللي انت عايزه. اوكي. ونتحاسب بقى في النتائج في الاخر. بس يعني انت في النهايه هتجيب مؤقت، هتخلي الراجل، هتجيب واحد دائم. تعال نتحاسب اخر الموسم. احنا في بدايه موسم. تعال نتحاسب في الاخر. عشان كده دايما اقول لو انت صاحب فكره وصاحب قناعه فهتطلع تديني الحجه اللي انا اقتنع بيها. ماشي. اوكي. لكن في الاخر هترفع ايدك كده وتقول ايه؟ انا مسؤول. مظبوط. خلاص. فاحنا سيب الناس، يعني هم ادرى لان هم في المطبخ زي ما بيقولوا. ونقول في الاخر نيجي نحاسب. الاهلي عنده الامكانيات انه ياخد الدوري طبعا. تمام. فخدوا اللي انتوا القرار اللي انتوا عايزينه. خدوا اللي انتوا عايزينه. بس في الاخر في موسم اخير بعد الموسم عندك بطوله افريقيا، عندك الدوري، عندك سوبر مصري، عندك كاس مصر، عندك حاجات ممكن تبقى كتيره جدا ان انت نتناقش فيها ونتحاسب يعني.